الحقيقة ده سؤال مهم جدًا، جدًا. موضوع المضاعفات topic لازم يحصل له مناقشة مستفيضة مع الجراح قبل العملية، وأنا على العموم باقسّم 3 مراحل الrecovery بعد العملية، اللي هي الimmediate أو أول ساعات بعد العملية، الearly أول أيام بعد العملية، والlate اللي هي أول أسابيع بعد العملية. اللي ممكن يحصل بعد شفط الدهون في أول ساعات اللي هو النزيف، طبعًا نسبته قليلة جدًا، 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 وده حلّه سهل إن إحنا بنعمل compression من برّه إن إحنا نوقّف النزيف ده. أول أيام بعد العملية bruising الكدمات، التورم، السيروما اللي هي تجمُّع بعض السوائل تحت الجلد، ممكن نحتاج إن إحنا نفضّي السوائل دي باستخدام السرنجة. أسابيع بعد العملية اللي هو التورم، بيحصل شوية تورمات أو كلكعة تحت الجلد، الأمور دي كلّها تاخد وقتها والجسم بياخد طبيعته، فأرجوكم لا تتسرعوا. النتايج بتاعة شفط الدهون بالأخص لأنها بتاخد فترة طويلة شوية، أقل فترة هي 3 شهور. إن شاء الله لو ليكم أي تساؤلات ابعتوها لي وأنا هاجاوب عليها. معاكم الدكتور أحمد عبد الجواد، استشاري جراحة التجميل في المملكة المتحدة.